تعالي اقول لك بقى، لما اولادك يقولوا لك عايزين العيديه يا مامي عشان العيد، كل سنه وانتم طيبين، تعملي لهم العيديه ازاي، تديهم العيديه ازاي بشكل مختلف عن اللي اتعودوا عنه كل سنه. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد، وندعي لاخواتنا في فلسطين ربنا يعينهم على اللي هم فيه يا رب ويفك كربهم. ونبدا مع بعض الفيديو. بص بقى، انا جبت حبه بونبونات وطوفي ومصاصات جيلي كده للاطفال بيحبوها، وكمان بالونات. دي صناديق كده او علب بتتباع عند اي واحد، هدايا او مكاتب. بيتحط فيها الساعات او الاساور، الهدايا يعني. بيبقى ليها الوان كتير. انا جبت كده كام علبه، وجبت الاطار الذهبي ده من عند اي حد مستلزمات حلواني، او اللي هو بتاع العراوي والكلف. وبدات امشي بالذهبي دوت على الاطار الاسود عشان اعمل شكل الكعبه. ودي اكياس شكل تاني برضو مكتوب عليها العيد فرحه. ودي العيديات هنعملها مع بعض بالشكل ده، هنلفها رول كده ونعملها بشريط ستان. بصوا، الافكار بتاعت النهارده كلها سهله وتحفه بجد، هتعجبكم جدا ان شاء الله. وكمان سهله قوي. العلبة دي مش فاكرة بصراحة كانت بكام. آم، لانها انا يعني ما اشتريتهاش دلوقتي. بحط بقى في العلبة زي ما احنا شايفين كده، كام بالونة كام بونبونية، واحط معاهم العيدية واقفلها على كده. ومن فوق بقى ممكن تحطي اي حاجة او تكتبي اي حاجة براحتك. انا حطيت الستيكر بتاع العيد، اللي كنت بحطه على الاوردرز بتاعتي بتاعت العيد. فتحت كده عملت الستيكر كده، وبيتحط كده مكتوب، بيبقى مكتوب عليه بقى عيد سعيد، عيد مبارك كده يعني. نفس التانية هعملها نفس الشكل كده، بونبوني، توفي، مصاصات، يعني اي حاجات من الاطفال بيحبوها وبتفرح الولاد يعني. وحطيت بقى العيدية بعد ما لفتها برضو، وهي نفس الموضوع. حطيت من فوق بقى كده العيد فرحة. ممكن نحط عليها صور، صور الولاد اللي احنا هنديها لهم يعني، برضه هيفرحوا بيها قوي. او نكتب اساميهم كده ونحطها. الاكياس بقى دي تحفه. 50 كيس تقريبا كان ب25 جنيه. والكيس زي ما احنا شايفين كبير شويه، عامل زي الاكياس بتاعه السبوع يعني. بس مكتوب عليه بقى العيد فرحه وعيد مبارك وكده. بحط بقى فيه فشار، فيه سوداني. وببدأ برضو اعمل العيدية بتاعتي كده، الرول زي ما احنا شفناها، وبعملها بيه اللي هو البلاستيك او الستان، بيت ستان او بلاستيك. احط بقى كده مصاصايه مثلا، بونبوني، والعيديه وفشار، حمص، اي حاجه بقى بنجيبها من المقله مثلا، نوجه، فندام كده. حاجات بتاعت السبوع يعني اللي احنا بنحبها دي. انا بحب حاجه السبوع جدا على فكره. بس كده هبدا بقى اعمل كده الرول بتاع الفلوس عشان اعمل العيديه. فكرة سهلة جدا تنفع لتوزيعات العيد، ما ننزل نصلي صلاة العيد. بحب افرح بيها الاطفال اللي بيبقوا بيصلوا معانا في المسجد. او اي حد ما يجي يعيد عليا، او انا اروح اعيد على حد، بحب اديله اول العيديه في الشكل ده. دي بقى لو ما عندكيش الاكياس مش هتشتري العلب، هتجيبي فرخ، اللي هو الفرخ اللميع ده، او الفرخ الجلاد اللي هو اللي بيلمع ده. وهتقطعي حتت صغيره منهم كده، مربعات او مستطيلات صغيره خالص. وتحطي بقى بونبوني، توفي مع العاديه، وتقفليها كده زي شكل البونبوني او زي شكل البقجه كده. ويتقفل برضو بالخيط الستان ده من فوق. بحط الستيكر بتاع العيد. بس كده، يلا بسرعه بسرعه اعملي توزيعات العيد وعدايا الولاد. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وكمان تعمل شير ولايك للفيديو لو عجبك. اشوفكم في فيديو جديد قريب ان شاء الله. باي باي.